مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أنا آريا حاجي معكم في الزاوية البيئية. مستمعينا، سنتحدث اليوم في موضوع تراكم النفايات والقمامة في المنطقة، ولكننا سنستمع سوية في البداية إلى آراء بعض المواطنين حول هذه المشكلة. موضوع النفايات صارت مشكلة كبيرة بنعاني منها كتير، لأنه ما حدا مهتم بنظافة البلد، ويوميا عم نشوف أكياس زبالة، منظر غير لائق قدام المحلات قدام البيوت، ومتمنى من كل الناس يحسوا بهالمسؤولية تجاه هالموضوع. طبعا له تأثير كبير على الصحة، وبغض النظر انه تأثيره على الصحة، تأثيره الأكبر على جمالية المدينة، ومن هيك قالوا لنا النظافة عنوان الحضارة. فمطلوب كل منا يدير باله على نظافة بلده. ومن الناحية الصحية أكيد هي اسمها نفاية، يعني النفاية هي بقايا الشغلات اللي عم نستعملها، فطبيعي انه فيها لها تأثير كتير على الصحة وعلى البيئة. وبعد أن استمعنا إلى هذه الآراء، سنتحدث عن بعض جوانب هذه المشكلة. هناك عدة أنواع من النفايات، وهي النفايات المنزلية، الطبية، الصناعية والتجارية. وسنسلط الضوء على النفايات المنزلية، حيث يؤدي تراكم هذه النفايات دون معالجتها أو التخلص منها بصورة نهائية إلى تشكيل مصدر للخطر يهدد صحة الأهالي، حيث لها تأثيرات على مجمل جوانب الحياة. النفايات تؤثر على الصحة وعلى البيئة، ولها مضاعفات في جوانب أخرى. تأثير هذه النفايات على الصحة يتجلى بحدوث العديد من الأمراض، مثل أمراض الجهاز التنفسي كالحساسية، الربو، والتهاب العينين. الأمراض التعفنية كالكوليرا والتيفوئيد والملاريا، الطاعون، السل، والتهاب الكبد. الأمراض الجلدية كالليشمانيا والجرب، وكذلك السرطانات مثل سرطان الكبد، البلعوم، القولون والرئة. وللوقاية من هذه الأمراض يجب غلق أكياس القمامة جيدا، وكذلك والأهم النظافة والتطهر. أما تأثير هذه النفايات على البيئة له جوانب عديدة، منها تسبب تلوث الهواء بسبب الغازات السامة الناتجة عن احتراقها، تسبب تلوث التربة بسبب الزيوت المحترقة، حيث ينتج عنها تكاثر الحشرات والقوارض، وجميعها ناقلة للأوبئة والأمراض. وكذلك تسبب تلوث الماء بسبب رمي المناديل الصحية في الصرف الصحي، ورمي النفايات في الأنهار، ونقل الرياح والأمطار للنفايات الطيارة إلى المياه السطحية، وكذلك تسرب المواد السامة إلى المياه الجوفية. أما بالنسبة للمضاعفات التي يسببها التلوث الناجم عن تراكم النفايات، هي ثقب الأوزون، الأمطار الحمضية، تلوث المنتوجات الفلاحية والبحرية، التصحر، الفيضانات، اختلال التوازن البيئي، والكوارث الطبيعية. مستمعين الأعزاء، كانت هذه بعض التأثيرات التي يسببها تراكم النفايات. الآن سنتحدث عن بعض المقترحات والحلول. أولاً، تزويد المدن بشكل عاجل بمحرقة مزودة بمصفاة للدخان، وكذلك تزويد الأزقة بالحاويات العمومية المغطاة، وكذلك خلق جمعيات مدنية للنهوض بنظافة الأزقة. ثانياً، توعية السكان بمخاطر النفايات المنزلية على الصحة والبيئة عن طريق الحملات التوعوية ووسائل الإعلام. ثالثاً، منع الحرق العشوائي للنفايات. رابعاً، عدم رمي النفايات في المحيط الخارجي للمسكن. خامساً، مكافحة الحشرات والحيوانات الناقلة للأوبئة والأمراض. سادساً، اختيار طرق مناسبة لمعالجة النفايات المنزلية. سابعاً وأخيراً،
الالتزام بوقت محدد لرمي النفايات ووضع غرامة مالية على كل من يرمي النفايات خارج الأوقات المخصصة. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية زاويتنا لهذا اليوم عبر أثير هيفي FM. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.